الموكب شباب علي بن الحسين طرف الأعمار من ال65 تكون، ولحد هذه اللحظة يقعد وفيات، يقعد مواليد، يحيي كل ليلة وفاة وليلة مولود ورمضان أما ثني. وعندك وفاة الحسن، من يصير وفاة الحسن يطلع الكربلة الأكل على الشباب باليوم الأول، وعزا النجف هو يطلع بس عليه المأدبة الغداء أو كانت العشاء. عاشور يقعد 11 يوم، من أول يوم إلى ليلة 11 كلها ماتن قعدة ولطم ورفزخون وأكل مأدبة عشاء بها، وليلة 11 يطلع إلى الصحن الحيدري الشريف. وهذا الموكب العريق يعني منذ بداية تأسيسه إلى الآن في كل مناسبة من أفراح أهل البيت يقيم احتفال، وفي مناسبة أحزان أهل البيت نطلع موكب إلى الصحن الحيدري الشريف ليعزي بمصاب الأئمة الأطهار، وهذا منذ التأسيس ولحد الآن. نسأل الله تعالى ولا يخفى عليكم أن هذا الموكب العريق قد قدم دماء الشهيد السيد وهاب الطلقاني، دماء زكية من أجل إعادة ذكرى أربعينية الإمام الحسين. يعني أتمنى من كل المواكب أن تخطو خطى أجد من هذه الخطوة، أنه شلون نعلم أجيالنا وأطفالنا وشبابنا أنه شلون نخطو خطى سيدنا ومولانا أبا عبد الله الحسين.